تعرفوا يعني ايه القوة الناعمة؟ مصطلح بسيط في حروفه لكنه عميق في معناه، والسينما تعتبر أحد مصادر القوى الناعمة. ممكن من خلالها تحرك شعوب نحو مسار معين، ده غير إنها دورها الرئيسي إنها ذاكرة أمة. القصة المثيرة تبدأ مع وصول معلومات في مارس 69 إلى المخابرات المصرية بوجود حفار يعبر المحيط الأطلنطي في طريقه لإفريقيا. الحفار هيتوقف في أحد المواني لتزويده بالوقود، بعدين يتجه نحو القارة الإفريقية. بمجرد وصول المعلومات دي قرر الرئيس جمال عبد الناصر تدمير الحفار قبل وصوله إلى خليج السويس أيا كان الثمن وبأية وسيلة. كان لابد من التحرك الفوري لمعرفة الميناء اللي هيتجه إليه الحفار، وده طبعا علشان يتم تدميره والقضاء عليه. كان في عائق جوهري في تدمير الحفار، إن العملية هتثير أزمات دبلوماسية مع أكتر من دولة.